من ساعة ما الضرب اتمنع من المدارس ولا المدرس بقى ليه هيبة ولا العيال بقت متربية. ده اللي بيقوله معظم الناس، لكن تفتكر ان الكلام ده صح؟ هل فعلا الضرب كان تربية ولا كنا بنخلطه بين الخوف والاحترام؟ الضرب عمره ما كان هيبة، اللي بيخلق الهيبة هو العلم والعدل والقدوة. الطالب اللي هيخاف منك هيسكت، لكن اللي بيحترمك هيسمع لك وهيتعلم منك. القانون المصري قالها بوضوح: ممنوع تماما استخدام الضرب أو أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي ضد الطالب. والهدف من المنع مش تقليل من هيبة المدرس، لكن منع التجاوزات اللي كانت بتحصل في المدارس تحت اسم التربية. المدرس اللي بيتجاوز وبيأذي طالب ممكن يتعرض للمساءلة القانونية وفقا لقانون العقوبات وقرارات وزارة التربية والتعليم. وفي الناحية التانية القانون حفظ حق المدرس وحدد عقوبة لأي طالب يتجاوز حدوده مع المدرس طبقا للمادة 133 من قانون العقوبات، اللي بتقول: كل من أهان موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته أو بسببها يعاقب بالحبس أو الغرامة. وبما إن المعلم من موظفين الدولة أثناء تأدية وظيفته التعليمية، فالإهانة وتجاوز الحدود يعتبر جريمة يتخذ بشأنها إجراء قانوني. طب إيه البديل لعقاب العيال؟ البديل في إيد المدرس اللي يعرف يوجه من غير ما يأذي، الحوار بدل الأوامر الجافة، التحفيز بدل العقاب، القدوة بدل التهديد، التعاون مع الأخصائي الاجتماعي لحل السلوكيات الصعبة، والتواصل مع ولي الأمر بدل رد الفعل الغاضب. المنع مش ضد المعلم، ده عشان يفضل واقف مرفوع الراس. الاحترام الحقيقي مش بالخوف، والتربية مش بالعصاية، ولا الهيبة بالصوت العالي. دي صنعة العقل وفن الكلمة، دي مهنة بتبني أمة. القانون مش ضد التربية، القانون ضد الإهانة، والمعلم اللي يربي بعلمه عمره ما يحتاج عصاية.